وفي لقاء تكتيكي بامتياز انتصف الشوط الأول دون خطورة تذكر من الجانبين، وانتظر الملكي الدقيقة 34 للقيام بأولى محاولاته بتسديدة من الويلزي جاريث بيل ذهبت سهلة بين يدي جو هارت تحت أنظار رونالدو لينتهي الشوط الأول كما بدأ. وفي الدقيقة 54 برزت أول محاولة جدية من ريال مدريد برأسية راموس التي تمكنت جو هارت من السيطرة عليها تحت أنظار الظاهرة البرازيلي رونالدو. وبعد دقائق حاول الملكي مجددا بواسطة الألماني توني كروس، لكن كرته مرت بجانب القائم، ولم يأتي الرد من أصحاب الأرض بطريقة أفضل بكرة بين يدي نافاس، لكن رأسية البديل خيسي رودريغيز كادت تعاقب أصحاب الأرض لولا أن العارضة كانت لها بالمرصاد. وانتظرت جو هارت الدقيقة 82 لينقذ السيتي، وكذلك فعل نافاس ليؤجل الحسم للقاء الإياب في البرنابيو.